السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا حابب أكلمكم عن جهاز الكاسيت ده. الكاسيت ده هو سوني، وسوني ما هوش ياباني، هو سوني ماليزي. وطبعا في ناس بتسألني كتير الفرق بين السوني الماليزي والسوني الياباني والاندونيسي. هقول لك اللي هو ببساطة جدا هو يعتبر جهاز اصلي، يعني بالنسبة للماليزي او الياباني مش هتلاقي فيه فرق كبير بينهم، او يمكن ما تلاقيش فيه فرق خالص، بسبب اللي طبعا بالنسبة لماليزيا، فماليزيا متقدمة جدا صناعيا، وهي من الدول الاوائل في العالم في الصناعة، بالذات اللي هي صناعة الالكترونيات، زيها زي اليابان بالظبط. وطبعا هي بتعمل مش هقول هي طبعا مجرد هي مثلا بتركب مسامير بس، يعني بتجمعها يعني في ماليزيا، لا هي ممكن تكون بتصنع بعض الاجزاء. بس حتى لو كانت بتصنع بعض الاجزاء، فماليزيا متقدمة جدا في مجال الالكترونيات، فهي هتعملها بالظبط زي اليابان. الجهاز ده هو سوني موديل سي اف ام 140 اس 2. ماشي. والجهاز هو طبعا قديم شوية، لان هي في تكنولوجيا قديمة. الجهاز عبارة عن في سماعة هي سب ووفر، وفي تويتر، وفي راديو 4 موجات. وطبعا يعني الجهاز حجمه صغير، وبرغم كده هو فيه 4 موجات. في اف ام اللي بتراوح مداها من 88 ميجا هرتز لحد 108 ميجا هرتز، وفي ام دبليو اللي هي الموجة المتوسطة اللي بتراوح مداها من 530 كيلو هرتز لحد 1600 كيلو هرتز، وفي اللي هي الموجة اللي هي القصيرة 1 اللي بتراوح مداها من 2.3 ميجا هرتز لحد 7 ميجا هرتز، والموجة القصيرة 2 اللي بتراوح مداها من 7 ميجا هرتز لحد 22 ميجا هرتز. طبعا بقول البيانات ديت لان في ناس بتهتم جدا باللي هي بالراديو والترددات بتاعته، ففي طبعا ناس يعني ما بيهمهاش الكلام ده، وفي ناس بتهتم بها جدا، ودي حاجة أساسية بالنسبة لها. بالنسبة للجهاز هو فيه مفتاح فقط للفوليوم، ماشي. ما فيهوش مفتاح للتيون او حاجه زي كده، لان هو طبعا هما بيعتمدوا اللي بيظبط الصوت اللي هو التويتر الصغير، يعني في سب ووفر وتويتر، فهم بالنسبه لهم مش محتاج اللي هو مفتاح تون او تريبل او باس، لانها طبعا زي ما بقول هي كانت تكنولوجيا قديمه. ومن الواضح ان الجهاز ده ممكن يكون من قبل او بدايه الثمانينات، لان طبعا كان في على الاقل كان في مفتاح للتون، ماشي. مفتاح التون زي المفتاح فوليوم، ده فيه مفتاح فوليوم بس ما فيهوش مفتاح للتون. والجهاز ده وزنه حوالي كيلو ونص. وبالنسبة للأبعاد بتاعته هو العرض بتاعه 30 سنتي، في طول 13 سنتي، في عمق 7 سنتي. يعني هو يعتبر حجمه صغير لحد ما، يعني ما هوش كبير. بيشتغل بكهرباء كالعادة 110 220، أو ممكن يشتغل ببطاريات أربع بطاريات في 1.5 فولت. والوقت يا جماعة نسمع صوته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله العظيم. العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا ريت يا جماعه ما تنسوناش ان شاء الله في الاشتراك والمشاركه والاعجاب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع منتج جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.